ايوت يا جدعان، ايه خلاص الدنيا خربت؟ كل ده عشان كسبنا 5-2 امبارح كاس العالم على حساب كهربة الاسماعيليه. منك فيه احمر بصرم صحيح، لك الله يا زمالك. ولا بقى دي مؤامره يا دوله. ايه الحكايه بالظبط؟ دي حكايه عاجل ورسميا يا باشا. المارد الابيض على بعد خطوات من تحقيق الثانيه عشر. ايه ده؟ هو نادي الزمالك لحق ان هو يحصل على نفس عدد القاب نادي الاهلي في بطوله دوري ابطال افريقيا؟ اقول لك ايوه بس يعني مش بالظبط. يلا بينا نعرف كل التفاصيل. اهلا بيكم في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ده مساء سعيد، ده مساء شريف، مساء الزقططه لجمهورنا العظيم ولعائلتنا الفخيمه. وسؤالين يا باشا وتصويتين في بدايه الحلقه. لو انت متابع ازمه المؤجلات وطلب تاجيل نادي الزمالك اللي هنتكلم عنه بالتفصيل، لو رابطه الانديه وافقت على طلب نادي الزمالك النهارده بتاجيل احد مباريات الدوري، هل شايف من وجهه نظرك الشخصيه عادي يا باشا يتاجل لهم، مش طالبه وجع دماغ، ولا لابد من اداره النادي الاهلي انها تتحرك وتطالب بارساء مبدا تطبيق العداله وتكافؤ الفرص ما بين الفريقين وتقف في وش حاجه زي كده؟ والسؤال الثاني والاهم بالنسبه لصفقه سيرجي دورا او سيرجي دوارا، اللاعب الكاميروني اللي موجود حاليا بيختبر داخل النادي الاهلي تمهيدا للتعاقد معاه. لو الموضوع وصل لدفع فلوس وان الصفقه ممكن ما تكونش مجانيه، شايف ان انا اتعاقد معاه، ولا طالما دفع بفلوس دفع فلوس، طب ما نجيب اسد الاسلام الحملاوي، ما نجيب محمد الامين رمضاوي؟ انت شايف ايه الانسب بالنسبه لنا؟ قول لي رايك تحت في التعليقات. يخبط عداد اللايكات بالبدايه بكره الجمعه وانت قاعد اجازه، ولع الحلقه معايا. وقبل اي حاجه عشان ما ننساش، اللهم يا رب فرج على اخواننا وارحم شهدائهم وارحم موتانا جميعا وارحم ابي وعمي. اللهم احفظ ارض مصر من كل يد ارادت بها شر. ونبدا قبل اي حاجه ونقول بسم الله ونزيد النبي صلاه. ومالك يا حزين زعلان ليه؟ بس قبل ما اقول لك ايه قصه الحزين ده، تعالوا نطمن على اخبار فريقنا الاول. يبقى على خير، نادي الاهلي وصل بالاراضي الجزائريه الحمد لله، يعني لسه ما فيش يمكن حوالي ساعه قبل التصوير على طول اللعيبه وسط الجزائر استعدادا لمباراه شبيبه القبائل ان شاء الله يوم السبت اللي جاي في تمام الساعه 9 مساء على ملعب ايات محمد في مدينه اوزو الجزائريه. وبشكر كل اخواتنا الجزائريه اللي تقبلوا الدعابه بتاعت حلقه الصبح، يعني كلكم على راسنا من فوق والله. والنادي الاهلي وصل بالسلامه، ولكن قبل الوصول كان طبعا مستر يستروب بيطمن على الاوراق المتاحه بالنسبه له. وكان في جلسه النهارده قبل التمارين، جلسه مع اللاعب يلسن كامويش. يلسن كامويش زعلان جدا من الانتقادات اللي بتوجه له بشكل فج على مدار ال 20 دقيقه اللي لعبها في مباراه البنك الاهلي، والاعلام كله مش ساكت. الراجل متفاجئ، حتى نزل ستوري على حسابه الرسمي على انستجرام ان شاء الله اللي جاي افضل واللي جاي هيكون خير وما اعرفش ايه. ولكن انتقادات زايده سواء من نجوم اهلي قدامى سواء من سوشيال ميديا، فالراجل وصل له حزن اللاعب، قعد يتكلم معاه النهارده عشان يهدي من اموره. لكن كل الناس شافت النهارده صوره اللاعب في صور الرحله بتاعه الطيران، قد ايه كان وشه متجهم، قد ايه كان اللاعب واضح ان هو مش في حالته الطبيعيه. وادي اللي بناخده يا جماعه. يتضرب لك مفك في صفقه بالعمري وهو جاي في الطياره، قال لك ده مستر يستروب مش عايزه، مش عارف يلسن كاموش. هو ده اللي احنا بنتكلم فيه والله يا جماعه. يا جماعه ارجوكم نميز ما بين النقد للعيبه لسه ما خدتش فرصه اصلا مع الفريق، واللعيبه بقى لها موسم واثنين وبقت مطالبه ان احنا نشوف وجوه جديده مكانها. بالنسبه القايمه على النحو التالي سريعا زي ما بعرضها قدامك: شناوي، مصطفى شوبير، حمزه علاء، بالعمري، محمد شكري، احمد تكفير جنوب كوكا، ياسين مرعي، احمد رمضان بيكهام، ياسر ابراهيم، عاد من جديد، عمرو الجزار، احمد عيد، محمد هاني، كريم فؤاد. بالنسبه لخط النص: بن رمضان، مروان عطيه، اليو ديانج، الشحات، طاهر محمد طاهر، تريزيجيه، يلسن كامويش، محمد شريف، مروان عثمان، اوتاكا، واشرف بن شرقي. جدل القايمه مفيش جدل كبير يعني النهارده. يعني عندك سيحه طبعا كده خارج لاكتمال عدد الحراس، زيزو بسبب الاصابه، امام عاشور بسبب موضوع العقوبه التاديبيه. وسريعا في كلمه الا ربع بس عشان الجدل اللي داير بقاله كام ساعه دول، بالنسبه لظهوره في احد محلات الاكل امبارح، او كان امبارح بياكل بره. ميديا نادي الزمالك مقلوب على الصور. ايه ده يا امام، انت سهران بره والاهلي متعادل؟ والله يا جماعه عشان اتاكد من المعلومه رجعت سالت الناس جوه النادي: يا جماعه هو في حاجه ضد امام تاني؟ هو اللاعب فيه مشكله بالنسبه لاكله بره؟ قال لك يا فندم احنا مانعينه عن التدريبات الجماعيه، مش مانعينه عن الاكل والشرب والله. لا، ما كانش سهران في خماره، ما كانش سهران في بار، ما كانش رايح بيتفرج على حفله عمه راغب علامه. فاللاعب ما فيش اي جدل عليه يا جماعه، وننهي الجدل كده وما نساعدش على ترويج اشاعات زي كده. الجدل الاكبر بالنسبه للقائمه النهارده هادي رياض اللي ما كانش موجود
في القائمه، وقبل ما الجدل تبتدي تزق والناس تقول لك ده يستر والكلام ده حصل النهارده يا جماعه بالفعل. يستروب مش عايز اللاعب، يستروب مخليه اخر اختيار في اختياراته الدفاعيه. رجعت تاني عشان اتاكد من المعلومه، الموضوع وما فيه النهارده هادي رياض مستبعد بسبب ان النادي الاهلي لسه ما خلصلوش التاشيرات بتاعه السفر بتاعته مع الفريق في الرحلات الخارجيه. بس كده والله بس كده. بما اننا بنتكلم على افريقيا، تعالوا نروح لخبر غريب جدا عن الجيش الملكي المغربي، انا مستغربه بصراحه، وهنطرح بعديه سؤال مهم. فريق الجيش الملكي المغربي بينزل بيان رسمي على مدار الساعات اللي فاتت بسبب مباراه النادي الاهلي اللي تم تحديدها يوم 15 الشهر الجاري. ايه يا دول، عندهم مشكله في الميعاد ولا ايه؟ اقول لك يا ريت الميعاد ما فيهوش مشكله. طبعا عندهم مشكله في الحكم تم الاعلان عنه، اسمه لويز دي جندو، حكم بنيني، حكم طيب السمعه، حكم كويس، حتى ادار مباراه في بطوله كاس الامم الافريقيه ما كانش فيها مشاكل يعني. امال المشكله في ايه؟ طلعوا بيان النهارده: نوافيكم بهذا البيان، نشكو من ان الجهات والسلطات المصريه لم تعطي بعض التاشيرات الخاصه بجمهورنا جمهور الجيش الملكي المغربي للدخول لمسانده الفريق في مباراته الهامه في القاهره ضد النادي الاهلي المصري. نتمنى سرعه الاجراءات لمسانده فريقنا مصطفى حجي، يوسف حكيمي، يوسف نصيري، حكيم زياش، والسلام عليكم ورحمه الله. يا جماعه الله يكرمكم، يا جماعه هي مش حرب، الله يكرمكم، ما احنا لسه مخلصين الحرب بتاعت نهائي كاس الامم الافريقيه، ما طلعتوش منها بحاجه، ما عرفتوش تعملوا حاجه مع السنغال. لعلمكم يا جماعه ما بيتعلموش، والله ما بيتعلموا. نفس الكلام ده عاملينه برضو مع نادي شبيبه القبائل قبل ما يروحوا الجزائر. نفس الكلام ده حصل معانا احنا شخصيا قبل مباراه الوداد البيضاوي المغربي، المباراه اللي كانت من مباراه واحده نهائي كاس دوري ابطال افريقيا اللي اتلعبت من سنتين. ما حدش اتكلم، ما حدش اعترض، بقى عندهم فوبيا من مواجهه اي فريق مصري او فريق جزائري. هوب الشكاوى الفيسبوكيه، هوب الشكاوى الفوزيه اللجزعيه، وعينك ما تشوف الا النور. عايز اسال سؤال في النهايه: مين بقى بعد كل ده الشكايه البكايه؟ يا سيدي اعتبرنا مش هندخلهم عشان احنا مش عايزين نقاشين، تمام كده؟ احنا مش رميتوه علينا سكاكين معجون المره اللي فاتت، احنا مش شطابين الملاعب بتاعتنا وزي الفل الحمد لله. فشكوى وخبر غريب جدا من العدم. ولكن تعالوا نتكلم بقى في المهم، في الطلب اللي انا بوجهه لاداره النادي الاهلي، وبطلب بعديه طلب مهم جدا لابد من عدم السكوت لو تم الموافقه على الطلب ده. سريعا، في ناس قعدت شرحت الموضوع ده في حلقات، لكن انا هلخصه لك على طول في دقيقه. نادي الزمالك النهارده بالصوره اللي بعرضها قدامك دي طلب تاجيل مباراه لفريقه ضد فريق سموحه. الكلام ده يوم 12. قال لك ايه؟ اصل معلش عندنا مباراه الكايزر تشيفز بعدها على طول في دوري ابطال افريقيا. يا باشا مباراه كايزر تشيفز والترتيب بالماتشات زي ما بعرضه قدامك كده، هم عندهم ماتش يوم 8 قدام زيسكو، عندهم ماتش بعد كده اتحط يوم 12 قدام فريق سموحه، بعد كده ماتش يوم 14 قدام فريق كايزر تشيفز، وفي ماتش بعد كده يوم 17 قدام فريق سيراميكا كليوباترا. قال لك لا معلش انا كده عايز اجل الماتش بتاع سموحه ده. اصلا يا سيدي ما هي محلوله من غير طلب تاجيل. قال لك يعني ايه محلوله؟ يعني ايه عايز تلعبني بفرق مباريات ما بين كل مباراه والثانيه 48 ساعه، وحضرتك مش عايش معانا في الدنيا ولا ايه؟ كابتن وليد صلاح الدين طلع قال لك قدمنا شكوى لرابطه الانديه عشان كان عندنا ماتشات افريقيه بره، بعدها مباريات محليه هنا رفضوا. اصل عقبال عندك لو انت مش متابع قواعد يعني وقوانين رابطه انديه، مدين نفسهم الحق ان هم يقصروا الفاصل الزمني 48 ساعه، وهنا يجي لك واحد تاني جاري من الجانب الابيض من المدينه، بس كده الفارق ما بقاش 48 ساعه. ما محلوله برضو. محلوله ازاي؟ حضرتك مباراه سموحه هي مش مباراه الكايزر تشيفز يوم 14، هنخلي مباراه سموحه يوم 11، ويبقى كده حضرتك ما بين مباراه زيسكو ومباراه فريق سموحه اللي بقت يوم 11 48 ساعه، ما بين سموحه وما بين كايزر تشيفز 48 ساعه، ما بين كايزر تشيفز وسيراميكا كليوباترا 48 ساعه. فمحلوله هي. بس يا جماعه عشان تعرفوا حقيقه مين هو النادي الننوس واللي ما بيعرفش يعمل اي حاجه لوحده، نداء لاداره النادي الاهلي: لو حصل وان النهارده رابطه الانديه اللي بالمثل ردت على كابتن وليد صلاح الدين احنا من حقنا ناجل المباريات ونعمل فاصل زمني 48 ساعه بس، لو حصل والماتش اتاجل لنادي الزمالك، انتوا اللي هتكونوا مقصرين ان انتوا ما تعترضوش على حاجه زي كده. يا باشا ما احنا حطينا رجلينا فوق رقبتنا ولعبنا، وكانت ايه النتيجه لما لعبنا في فاصل زمني 48 ساعه في رحله سفر ما بين يا باشا مباراه اسمه ايه ده فريق يانج افريكانز وما بين مباراه البنك الاهلي. هنا صاب لنا زيزو، صاب لنا ياسر ابراهيم، اتعادلنا مباراه البنك الاهلي بدل ما كنا هنخرج يعني متفوقين في جدول الترتيب وقريبين من الصداره مش الزمالك وبيراميدز هم اللي فوقينا دلوقتي. فرساله اتمنى ان اداره النادي الاهلي يكون متابعه الموقف ويتم الاعتراض لو تم الموافقه من جانب رابطه الانديه. ولكن تعالوا بقى نروح للضحك والفرفشه. مكملين معانا النهارده شويه حلوين. فقره الضحك والفرفشه اللي بتاتيكم النهارده من الجانب الابيض من المدينه بعنوان: اكبر قلعه مفيش عندها غير التفويت وما بيعرفوش يكسبوا الا بيه في دوري القطايف واللطايف. امبارح
عن قبيل الصدفه والله، لو اسمها حلقه امبارح كنت بتكلم عن ان حارس كهربة الاسماعيليه اول هدفين بسم الله الرحمن الرحيم لنادي الزمالك كوره متشاطه على حارس مرمى فريق كهربة الاسماعيليه، اللي حتى قلت من قبيل الصدفه اتفرجت عليه كده حسيت انه شبه احمد شوبير اكتر من مصطفى شوبير نفسه، قلت لك كان بيصد الكوره يرجعها لعيبه نادي الزمالك كده، ونادي الزمالك افتتح اول هدفين ليه بالطريقه دي. ما كملتش الكلام، يشاء ربك السميع العليم تاني يوم النهارده الصبح كل الفيسبوك منتشر البوستات، دخلوا على الاكونت بتاع الواد مش فاكر اسمه ايه، فرج شوقي باين حاجه زي كده، دخلوا على الاكونت بتاع الفيسبوك بتاعه مفتوح جابوا له بوستات من 2024 و2025 انه زملكاوي وانه بيعترض وصعبان عليه نادي الزمالك واللي بيحصل له من مهازل تحكيميه في بطوله الدوري. ولك الله يا زمالك ولا بقى دي مؤامره. انا اللي كنت غلبان، انا اللي دخل عليا امبارح ان الواد كان بيخش في الجون من هنا يطلع يشد في شعره ويخبط بايديه في الارض ويضرب براسه في العرض، وانا اقول يا عيني يا ابني حارس على قده على قده بقى مش على قده، قاصد مش قاصد، افهمها بحسن نيه ازاي يا جماعه؟ اخش اجيب لك ناصر فاروق من جوه لما كان بيقول لك انا كنت لاعب سابق في الزمالك او انا زملكاوي، لما الزمالك كان بيجيب فيا جون وانا واقف في مرمى فريق منافس كنت بتبسط وبحضن لعيبه نادي الزمالك. اخش اجيب لك اسامه نبيه قلت له شيل يا ابراهيم ما قدرتش يا ابراهيم. اخش اجيب لك جنش اللي مودرن سبورت طرده من الفريق وقال لك لانه تصرفاته غير مهنيه وتسيء للنادي بعد الاخطاء اللي حصلت منه لما كان واقف في مرمى فريق مودرن سبورت ضد نادي الزمالك. هجيب حسن النيه منين يا جماعه؟ حد يرد علينا؟ وهم منهم فيهم بيطلعوا يعترفوا بلسانهم يا باشا بالبلاوي اللي بيعملوها لما بيكونوا بيلعبوا نادي الزمالك، ولان المكر السيء بيلف ويضرب في صاحبه مره تانية. خد عندك يا باشا الايقاف رسميا رقم 11 رقم قياسي على مستوى العالم، الورلد هيفي ويت شامبيون في ايقاف القيد نادي الزمالك بال11 رسميا النهارده. ليه بقى؟ بخلاف المشكله بتاعت ايقاف القيد، سبب المشكله نفسه فضيحه في حد ذاتها. النهارده الفيفا بيعلن ايقاف القيد ال11 لنادي الزمالك بقيمه 1,600,000 دولار مستحقات للسنغالي ابراهيم ناداي اللي كان بيلعب لنادي الزمالك. ده ايه؟ ده بفوائد مستحقه من عام 2024، يعني ممكن المبلغ يكون تخطى ال2 مليون دولار دلوقتي. مش دي المشكله، المشكله في ايه يا باشا؟ ان كان سبب النزاع ان نادي الزمالك بيقول لك انا فسخت معاه التعاقد وكان في بند في العقد بيتيح لي ان انا افسخ التعاقد في اخر سنه من طرف واحد دون الرجوع للاعب. الباشا اللاعب كان معاه العقود بتاعته ما كانش موجود فيها البند ده اصلا اساسا. يعني نادي الزمالك اثبت الفيفا ان الزمالك كان معاه نسخه مضروبه عن النسخه اللي كانت موجوده عن اللاعب في واقعه تزوير رسميه في العقود بتاعه اللاعب مع نادي الزمالك. فضيحه عالميه بأتم معنى الكلمه. تقول لهم بقى ايه؟ ادارتكم فاشله، ادارتكم ما بوعتش زيزو، ادارتكم ضيعت الارض. يقول لك لا 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 يا باشا كل ده بسبب لك الله يا زمالك، ولا بقى دي مؤامره، وكل ده بناء على رغبه الحمر وانه ما بيروحش يلعب في الاسماعيليه. هذا وقد اتتكم فقره 5 ضحكوا ففشل من اكبر قلعه ايقافات قيد في دوري القطايف واللطايف. وتعالوا نروح لجديد سوق الانتقالات وجديد الشائعات. وطالما قربت توصل معايا للنهايه اخبط عداد اللايكات وولع الحلقه معايا. واعتراف واضح وصريح من مين بقى يا باشا؟ من نادي بيراميدز رسميا ان ابراهيم عادل الف مبروك علينا يا جماعه في الطريق للنادي الاهلي. ايه ده؟ ازاي يا دول؟ ايه ده ما خدتش بالك ولا ايه؟ النهارده محمد ناجي جده اداري نادي بيراميدز طالع بيتكلم عن كواليس ان ابراهيم عادل ابتعد عن نادي بيراميدز وانتقل لنادي نورشلد الدنماركي. احكي يا جده واشجينا. قال لك هشجيجه. احنا اللاعب كنا فعلا داخلين معاه في المفاوضات ويكاد يكون اتفقنا معاه على معظم البنود الشخصيه، فجاه فوجئنا ان اللاعب طالب زياده في الراتب، وافقنا له على زياده في الراتب. اللاعب قال لك حطوا لي بند ان انا احترف، حطينا له بند اللي هو يحترف. فجاه اللاعب قال انا عايز شرط جزائي في العقد، حطينا له شرط جزائي. قال لهم لا قللوا لي الشرط الجزائي ده. ايه ده يا ابني احنا حاطين 3 مليون دولار بس. قال لك لا خليها 2 مليون دولار. حطيناها 2 مليون دولار. قال لك لا بص بقى اخر حاجه هتخلي الشرط الجزائي ده بالتقسيط. قال لك لا يا باشا ده كده شكرا، ده كده فهمي رسمي نظمي هيلبسنا العمه، ده هيدينا اجدع قفا في تاريخ الكره المصريه. هتبقى يا ابني وسطنا وعلى ارضنا ومفيش جمهور وتروح تفسخ الشرط الجزائي وتنتقل للنادي الاهلي وكمان بشرط جزائي وبالتقسيط. ما تعيطش يا كابتن جدو، ما تعيطش، امسح دموعك. بص مهما تحاول ان انت تقول ان احنا مش مهتمين بالصفقه وان احنا لما لقينا اللاعب بيماطل فعرفنا ان هو ما عندوش جديه ومركز في الاحتراف، هنبقى عارفين وفاهمين الحق ما انسحبتوش. حضراتكم انهزمتوا، حضراتكم بقى اخركم تخطفوا ايفرتون دا سيلفا، قصدي تلبسوا ايفرتون دا سيلفا، تلبسوا حامد حمدان يا باشا. عوده الفخوري بطيخه يا تطلع بيضه يا تطلع حمراء، ولكن هيطلع من نفخكم ان شاء الله خلال الكام شهر اللي جايين. والف مبروك نبارك مقدما على صفقه انتقال ابراهيم عادل للنادي الاهلي بمباركه ايه؟ غصب عن عين نادي بيراميدز شخصيا.
الف الف مبروك يا ابراهيم، تنور القلعه الحمراء يا ابراهيم. ولكن في النهايه بالنسبه لسيرجي دورو اللاعب الكاميروني، اللاعب صاحب 19 سنه اللي بيختبر حاليا داخل اداره النادي الاهلي، ايه الموقف والدنيا ماشيه ازاي والجدل اللي بيدور حوالين قيمه الصفقه وصل لغايه فين؟ المعلومات الاكيده اللي وعدتك ان انا بعد ما حاولت ان انا اتواصل واعرف هو اللاعب جاي لنا بيختبر مجانا زي ما كلمتك في حلقه الصبح ولا اللاعب فعلا هيدفع فيه مقابل مادي، النادي الاهلي اكد ان اللاعب ما يزال على ذمه نادي جازيل الكاميروني. وفعلا مدير النادي هناك لما طلب 500,000 دولار ان دي مطالب رئيس النادي هناك وبشكل رسمي. طب الموقف ايه؟ اللاعب لغايه دلوقتي يلقى قبول ناس كتيره من اللي اتفرجت عليه، يبقى الامر النهائي بالنسبه لمستر يستروب، ولكن اداره النادي الاهلي عايزه تقلل قيمه الصفقه ل 250 او حوالي 300,000 دولار، شايفه ان ده توب اللاعب يعني، مش عايزه تدفع فيه اكتر من كده. والامر النهارده اتعرض على النادي هناك من خلال وكيل اعمال اللاعب وفي انتظار الرد من الوكاله الرسميه او من النادي. ده الموقف وده الجدل اللي اتحسم على مدار الساعات اللي فاتت بالنسبه لصفقه اللاعب الكاميروني. بكره هرد عليك ان شاء الله اقول لك هل اللاعب فعلا يعني صفقه مميزه للنادي الاهلي ولا في لعيبه افضل وبس. يا رب تكون الحلقه عجبتكم واشوفكم على خير في حلقه جديده بكره بامر الله تعالى. شكرا لكم ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله.